انا غنشهد بالحق انني كنت كنسمع باها كيقول لنا كنشري رقيه، وان رقيه اللي كتصيفط لي الفلوس، حيت خوتها كل ما كان لي حقي حتى هو كيقول ان رقيه اللي كتشري البلاد، وبا كيشد الفلوس وكيشري رقيه. دابا ملي جات وشدت التقاعد وجات بغات تشوف هذيك البلاد اللي شاريه، صابتها كلشي دخلت في الاسم ديال باها، ماشي دخلت ولكن تحسبات ان ديال باها. وجمع لي ذهبي، كانت عاطيني امي 2 بيوت حاطه فيهم ذهبي 7000 اورو، فلوس امي 500 مليون. هذا دكوري كانوا فيه الجمال وخمسات البقرات وولادهم والتيران كله في الكوري وثلاثه الجمال و160 نعجه والبغال والعوده. هانتم هذا كان كراج كلشي يجيبوه حطوا هذا كان بيت، وهذه الكوزينه ديالو. هذا كان بيت كله داير بدوك المسطات فيهم الماعن وفيه داكشي، جمع كلشي. وهذه الكوزينه جمع كلشي زاد بحال الله جبتهم قريب داهم الله جبتهم وليدي في الصدقه، ويباتوا يدقوا ويضربوا يشقروا عليا بالحجر باش نتخلع باش نمشي، يباتوا في الليل يدقوا عليا. شوفي شي ساقي فول خايب عطيهم يديروا العماله والعماله كلفت القيد، والقيد ماشي جا وقف وعطى الحقيقه وشاف بعين. الصيف التقني جا صور الحيط هذا ديال الوالد 32 عام قديم، وخلى البني جديد. ها هو البني جديد، ها هو الباب اللي سد عليه راس. علاش ما صورش التكنيك هذا الحيط اللي جديد اللي كلفوا القايد يعطي الحقيقه؟ صور على البني القديم ديال الدار ديالنا القديمه. علاش ما يصورش هذا الحيط وهذا الباب وهذا اللي 16 خدام ودار فيها 3 الديور وبقى ما مقسوماش وملكه؟ فين كاين هذا القانون اخوتي؟ عطيوه لي وريوني فين كاين باش ناخذ حقي. وريني فين كاين سيدنا طالع بينا العار عليك، عار عليك. ها انت الحيط راني طالعه، ها شوف ساد على اللوز، ساد على الرمان، ساد على 3 ديور، دار كلشي دخلوه عندهم. 16 خدام ودار 3 ديور والارض مملكه باقا ما مقسوماش. وشوف واش دار فيها السيد. السلام عليكم. انا كان هاد السيده اللي كيهضروا عليها دابا اللي ماشي لها الحق ديالها، اللي كانت مغربه في الديار اسبانيا، انا كان جايه بنت لوسها، وانا ما كنتش كنعرفها اصلا واش كاينه شي وحده، كنسمع الاسم ديالها فقط، هي ما كانتش كتجي. كان كيجي عندنا باها الله يرحمه شاري نصيب ديال خوالي ونصيب امي شاري، وشكون اللي كيتخلصوا كيقول لنا راه انا كنشري على الرقيه. حنا هاد الرقيه كنا كنعرفوها بالسميه فقط، وتا خوها هذا اللي مداعيه هي وياه واللي كتقول لك خاض لي حقي، حتى هو كيقول ان رقيه اللي كتشري البلاد، وبا كيشد الفلوس وكيشري رقيه. دابا ملي جات وشدت التقاعد وجات بغات تشوف هذيك البلاد اللي شاريه، صابتها كلشي دخلت في الاسم ديال باها، ماشي دخلت ولكن تحسبات ان ديال باها. خوتها كلهم قالوا لها لا عندكش ورقه جبدي، لا ما عندكش راه ما تساليتيش. انا غنشهد بالحق انني كنت كنسمع باها كيقول لنا كنشري رقيه، وان رقيه اللي كتصيفط لي الفلوس، حيت خوتها كلهم ما كانوش خدامين وهي اللي كانت معيشاهم. حنا كنعرفوا، حنا ما كانتش كتجي عندنا نهائيا، وانا شاهده لله بان هذا خوها هو اللي كان مستولي لها على الفلوس، كتصيفط لي في سميتو. كنعرف ولدها في الدار البيضاء وهي اللي هو ولد عمي، كنعرفو كيقول لي راه فلوس رقيه كلها كيديها لها خوها، وكيصيفط ويقول لي واش خاصك شي حاجه. لا صيفط لها ولدها هضر معاه قال لها امي راه ولدي ناعس ليا في السبيطار، راني خاصني باش نخرجو. كيجي هو هذا خوها كيقول لي راه رقيه عيطت ليا واش خاصك شي حاجه. كيجي هو هذا خوها يجي هو اللي يعطي الفلوس، وإلا بغى ولدها يشري شي حاجه خاصو يشري عن طريق هذا خوها. يعني خوها كان هو اقرب ليها، هو هذا خوها، يعني دايره ليه وكاله
ثانيه ليه كل شيء، يدير كيما بغى بالفلوس. انا كنقول هذه شهاده لله. وشديته هو قربة العيد وقلت لك عيطتي ليا في التليفون وقلت لي جي غنمشي معاك للمحكمه وغنشهد بان رقيه هي اللي كتصيفط الفلوس وبا كيشري. وقلت لي مزيان راك غتحيد واحد العبء على كتافك، سير شهد في المحكمه وخليها وفكوا عليكم هاد الجره. هما كلهم دايرين حطط. هو راه تبارك الله الحطه ديالو راه قداش اخوها الحطه ديالو راه شايفين، هذيك راه ديالو، هذيك راه من تما ها هي حتى لهنا فيرما. قول فيرما لتحت الدار، راه قد من الدار لهنا قد من الدار لتحت ديالو، دايره في سميتو. خوه الاخر راه تا هو الحطه ديالو فين من الاول، الاخر راه داير حطه، وهي راه واقع عندها خربه ديال والديها. فيما تجي تبغي تصلح شي بيت كيهجموا عليها ويقول لها ما تصلحي تعطينا حقنا في الحطه. حشومه هادشي عيب وعار. السيده اختكم كانت متغربه وجات بغات حتى تعيش حداكم والقريبه ليكم، خاصكم تقولها مرحبا اجي خذي حقك وبقي حدانا. وحتى البلاد اللي عبرتوها وعطيتوها ليها راه غتاخذ عطيها لكم تحرتوها، غير عينوا ليها حقها. فين هي تبني بيت هذيك الحطه ديال باكم اييه ماشي ديال الورثه، ولكن هذاك الشيء نتوما 18 خدام ولا 16 خدام اللي كل واحد دارو بوحدو ديالكم شارينو، كنتو خدامين موظفين. هاد السيده كانت اميه ما عرفاش كتصيفط فلوس وناعسه وسبانيه، ملي فقط صافت الاستاذه اللي كانت تعمر فيها خاويه فيها حنش غيضرب. حشومه هذا عار. حنا عايشين في المغرب بلاد الحقوق والواجبات، اللي واجب عليه شي حاجه يعطيها واللي حقه يعطيه حقه وما تاخذش حقوق عباد الله. حشومه وعار وعيب. حنا هاد السيده راه ما بقاش فينا بالطمع، راه ما كتعرفناش، راه عمرها ما جابت لنا شي حاجه، راه ما كتعرفناش في صغرنا، عشنا فقراء وتمحنا وكانت تعرف خوتها فقط وباها. ودابا راه تحاس لينا ما غنلوحوهاش، واخا يعطيو وما يعطيوهاش حنا ما غندوزوهاش، غتبقى عايشه وسطنا تتموت وسطنا. حتى لا بغا داك القبر والكفن نشريو ليها ما عندناش مشكل، اللي كنا غتاكل معنا. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. جمعوا داك الشيء وبداو قسموا. بقينا الله تبارك وتعالى بخير. الا هو اختم كان تجيب لهم شكون كان خدام عليهم؟ ما كان تجيب لهم وحنا ما كانش عرفنا كاع، هي اللي كانت خدامه. وجمعوا كل شيء بثلاثه قسموه هنا دوك هذا. سمعي ما نقول لك كانت خدامه عليهم كاملين. دابا راه داروا هما وجمعوا كل شيء ديالهم وانا جراو عليا وانا كانوا يرزقوا ولادي. اللهم من سيدنا يوقف معايا ويطالع بيا وخوتنا المهاجرين داخلين البلاد وخارجين البلاد عاري عليهم. انا ما عاودتش الحقيقه راه 3 سنين هذه 9 سنين وانا تنجي وتنمشي عند القايد ما عطاني حق، تمشي عند الشيخ ما عطاني حق، تمشي عند العامل ما عطاني حق، محكمه جديده ما عطاتني حق، الى العوني عاطيني الحق. لا كل من المحاكم اللي تابعين الجديده ما عطاوني حق. السلام عليكم. هاد الناس اخويا هذا العوني خويا ورقيه اختي وطامو اختي ومحمد خويا واحمد خويا. احنا خارجين، هذه اختي رقيه كانت خارجه بالديار الاسبانيه، اختي طامو خارجه للديار الايطاليه، انا كنت خارج البلاد خدام بعيد ب 500 كيلومتر باش بعيد خدام في الصحه. المهم بقاو هاد الثلاثه هنا العوني واحمد ومحمد استولوا على الاراضي اللي خلاو الوالدين. من دوار البحابحه قياده سيدي اسماعيل مشيخه سيدي اسماعيل. تستولوا على داك الشيء، قسموا الجمال قسموا البقر قسموا الغلم، هما بثلاثه هما اللي قسموا داك الشيء. وتستولوا على الاراضي اللي خلى الوالد تقريبا غتكون 39 ولا 49 بقعه متفرقه. درنا شكايه للقايد، درنا شكايه للعامل، درنا شكايه للمحكمه وباقي الانصاف مازال ما وصلناش. مشيتوا عند القايد تحاورتوا معاه؟ مشينا عند القايد شحال من مره، ملي جات هاد اختي رقيه مشينا عند القايد درنا ليه شكايه كتبنا ليه راسلناه، باقي ما كاين حتى شي حاجه. هادو قسموا داكشي بيناتهم هو ثلاثه، قسموا المحود ديال الدار ديال الوالدين، قسموا الزرع قسموا البقر قسموا الجمال قسموا البلاد اللي بقات كيستغلوها وكيكريوها الناس. هما اللي الدلاع هما اللي البحير، وراه باقي داكشي كون جيتو تشوفوه في عين المكان. وهذه اختي رقيه كانت في برا، كانت تصارف هي وخويا العوني، قالت لك سيدي راه كاع الفلوس اللي كتجي من برا كله ضربها عليها وشرا بزاف، ما عندوش عدد املاك هنا، راه عده املاك عنده في
قلعة صراغنا، عنده في ليساس، عنده في الدار البيضاء الحوان، عنده الفيرما في الحد ولاد فرج. وفين ما كيجيو الناس الشيخ ولا المقدم اللي كيجيو باش يدعى ما يبغيش يخرج ليهم، ما يشدهاش تيمشي لحد الان وباقيين مستغلين. حنا ثلاثه زراو علينا من الارض، ما عطاونا حقنا لا في الارث ولا في المحود ديال الدار ولا في البهيم ولا في الجمال ولا في الارض اللي كيستغلوها وكارينها الموالين الدلاع وموالين البحير. لحد الان لا جيتو تشوفوها باقا مزروعه. هاد الناس اش بغاو؟ لاحونا حنا ثلاثه، انا واختي رقيه واختي طامو، واللي لاحونا وكالونا وجمعوه هو العوني ومحمد واحمد، وحبسوا علينا كل شيء. ما تلاوش خلانا نجيو نعزيو حتى العشاء، لما شي واحد في الدوار ما تلاوش خلونا نجيو. الله يرحم لكم الوالدين اللي ما وقفنا، دخلنا عليكم وجه الله والنبي رسول الله اللي ما طالعوا بينا، وحنا عاش الملك والله ينصر سيدنا محمد.